اعلى سرعه ممكن سكوتر كهرباء يجيبها النهارده نزلت لنا من شركه فيجولي. بالنسبه لي انا يا شباب ان فكره الليثيوم ان انا بطلع البطاريه وبشحنها في فيديو ميزه حلوه. حلو. هنا عاملين فيوز قطع زي بتاع الموتوسيكلات عشان لو في حصلت قفله في الشاحن، حصل مشكله في الشاحن ما يضربش البطاريه، بيضرب الفيوز على طول. امان تمام. نوع من انواع السيفتي. زي عشان فكره البطاريه دي مش رخيصه لكن الشاحن رخيص، البطاريه غاليه. زي بقول لك فكره الثلاجات والتلفزيونات اللي هم بداوا يعملوا فيها سيفتي عشان يقول لما يقطع ودايره الكهرباء لما ترجع تاني ما تضربش الحاجه. بالظبط. طيب هنا نفس الفيشه اللي موجوده في الشاحن. هنا عشان خاطر لو عايز تشحنها شاحن خارجي بنركبها كده اهوت. هنا ليها موجب وموجب وسالب ورسالب. تمام. حلو. هي كليب تركب كليب صح؟ كليب حشر جامد. هي ناشفه شويه في البدايه مع الاستخدام بقى بالزبط. بس ده عشان أكتر. ما يعملش ما تتهزش ماس او تفضل تلمس. تمام. انت فاهمني؟ ولما تيجي برضه تطلعها مش هتطلع كده عادي، لازم يمين شمال يمين شمال لحد لما لكن تطلع كده ممكن تكسر معاك. ما انا خفت اكسرها لقيتك انت عارف بتطلعها ازاي. بس هنساعد بعض انا ومينا دلوقتي هنركب البطاريه. هات كده يا باشا. الموضوع منتهى بص خلي بالك هو ليه عدله. ليه عدله؟ ان الشاشه دي الجزء اللي هنا. لا انا اللي كنت بتك عليه وهي الجزء هنا. ايوه مش تفرق عادي، بس هي اهم حاجه عشان ده مش مربع، ده مستطيل. ايوه انا فاهم. بص لف كده. انت برضه عايز تحطها كده مش هتفرق. بصوا ركبت اهي بكل سلاسه وبساطه. حلو كده. وخلي بالك انت برضك انت عندك مساحه تخزين. في سكوترات كهرباء ما فيهاش مساحه تخزين اصلا دي حقيقه. يعني ايه حته صغيره بس ايه شغاله. بس عندك اهو تعتبر شنطه كامله شغاله مش وحشه. وعندك زرار فصل هنا. بصوا بقى بيركب ازاي. بص بقى الشكل ده كده. بصوا على طول راح منور السكوتر منور معانا. تمام. هندخل ده كده خلاص وده احنا مش عايزينه. طيب هفهمك تاني حاجه، بس كام حاجه بتشحن ده برضه. ايه بقى؟ بص يا باشا، احنا زي ما احنا قلنا احنا ممكن نشحن السكوتر بره. طب انا مش عايز اشيل البطاريه من السكوتر عشان البطاريه تقيله على ابني او وجنبي فيشه. بالظبط. هنعمل كده اهو. اوكي. انت عندك هنا شايف دي؟ اهي. نرفع الجزء ده اهي نركبها هنا ونشحن. هو بينور عندك الشاحن؟ في لمبه ينور اول ما بتوصله بالكهرباء. لمبه المفروض تدي احمر، ولما بيعمل فول شارج بتنور اخضر اللمبه دي. تمام. ممكن ننوروها دلوقتي. عايز تنورها؟ خلي بالك النور هنا في اوبشن حلو في السكوتر ده. ايه بقى يا برو؟ بس البطاريه تقيله بصراحه. لا البطاريه لازم تكون تقيله عشان تستحمل، هتزود معاك في المشي. حلو. الترك بتاعها اعلى. انت خدت بالك لو طلعت جربناه الترك اعلى. انا حسيت من ضغطه الوات ان حاجه ما شاء الله. انا سمعت ان انتوا عندكم ضمان سنتين على البطاريه. ان شاء الله عندنا ضمان. اول سنه السدان، ثاني سنه صيانه. تمام. طب دي حاجه كويسه. انا كل الفكره ان كنت دايما بميل اكتر للفولتاوي او لشركه كيوي اكتر عشان موضوع اللي هو الضمان السنتين، بس اكتشفت بص هي شركه فيجوري شركه من الشركات المحترمه جدا. هي بتحاول ان هي تعلى في السوق، فبيديك اعلى ماتيريال باقل سعر او بسعر مناسب. خلي بالك في اوبشن هنا ما قلتلكش عليه. ايه بقى؟ بص انت في اي سكوتر كهرباء لما تيجي تمسك، هي معموله دلوقتي على الباركنج تمام. لما تيجي تمسك فرامل مرتين المفروض هي فوق الباركنج. في ناس تنسى وتمسك فرامل مرتين اللي هي واقفه وبتيجي تدي بنزين جاري معاك. يا باشا ده انت لو واحد صاحبك واقف قدامك ممكن يزاولك ويعمل الحركه دي وبتبقى شكرا خلاص. صح. لازم تدوس على زرار، في زرار هنا زرار باركنج. ده لازم تدوس عليه عشان يفك يعني تك كده. بص هنا على الشاشه فصل. ده صح. يعني بقى الموضوع الطبيعي النورمال ان هو عامل زرار باركينج بقى هو ده بس اللي بيفك غير ده. لا يعني ميزه فيه. وانزل كده مره عشان ندي الفرات. خلينا على الثالث بقى. لا انا عايز اقوله بكل سرعه. ماشي. اول سرعه بص ثانيه جابت 43 ثانيه. دوس فرامل ليه؟ هات التاني. ما احنا عايزين التاني. بعد كده 43. اوكي. جينا بص ثانيه لقط 61. ان شاء الله 61. بصوا نقله بقى. نقله ايه ده؟ اوبا 91. انت بتتكلم هنا في ان هو 2000 واط وكواليتي انا شايفه كويس وعامل لك براكت شاشه طبعا ديجيتال في الاضافه الكامل. حاجه ثانيه برضه خلي بالك. هي اغلبيا نفس قطع الغيار كيوي، نفس الفايبر. يعني يعتبر ان قطع الغيار اوريدي متوفره. هو نازل وقطع غيره موجوده. طيب انا عايز اعرف ده ايه؟ ده هنا التابلو العادي. طب شايفين مفيش تايب سي. ما اعرفش ممكن بقى انتوا تجيبوا شاحن يعني. المهم يعني انا عايز اسال سؤال. افرض دلوقتي انا عايز افتح السكوتر من بعيد ينفع؟ ايه ده حلو ده. شفتوا الكلام ده؟ خلي بالك في اوبشن هنا حلو. في انتظار. ايه تاني؟ تعالى هنا عند الطبله تاني. تعالى هنا. تعالى. عاملين السيفتي هنا. شايف الزرار ده؟ في ناس تقول لي بتاع ايه الزرار ده؟ دوس عليه. دوس على الطبله.
قفل الطبله عشان محدش يحط اي حاجه جوه يبوظ بيها الطبله. انا عايز افكها، مش اي حد عارف يفكها، لازم يكون معاه المفتاح. هنا في شفره، هنا في شفره شايفينها ليها عدله، عدلتها كده اهو، تخلي المفتاح لفوق بس. حلو. هنا مكان ينفع تعلق فيه الهلمت في الجزئيه دي. تمام. طب يا باشا انت ما قلتليش الفرد مقاساتها ايه ولا وضعها ايه ولا الفرامل ايه؟ فرامل باكن امامي وخلفي. اوكي طبعا. طب الفرده الاماميه ايه دي بقى؟ كام يا باشا؟ 120 120 70 جنط 12 وورا جنط 12 عندك؟ وعندك هنا براكت، وعندك كمان اللي هي الكفر الجلد ده اللي بيحافظ على المساعد. طبعا ما بتحتاجش ولا بقى تلين، ولا بتحتاج ان انت ترخص، ولا محتاج بنزين، ولا محتاج زيت. كام؟ 12 70 120. يعني هي 120 70. دي ميزه اللي هو في ناس انت بتلاقي الفرده هنا مقاس وهنا مقاس. صح. بوكس. لا بس هو مجهز لك مجهز الاربع افرام دول. وكمان الميزه اللي هي احنا اتعودنا عليها مش في الكويت، كل سكوتراتها بيعملوا انجن جارد كامل. الانجن جارد اللي بيحمي كل الفايبر، يحمي لك الفايبر ويحميك انت قبل الفايبر. طب انا طولي 175، هشوف القعده. طب والله حلو. بص هو الكيت يعتبر بالنسبه لي بجميع اطيافه نفس المقاس، بجميع الاطياف يا شباب. بس عايز اقول لك معلومه، ايه واحد زي من هنا يا باشا لا عالي. طب اركب بصوا يا شباب انا 175. ها طبعا في ناس تانية اركب مايكل هيبقى في السقف. بص انا ماشي كده اهوت، انا عايز احط، بص ده بالنسبه لي عيب بس ليه حل. ايه بقى؟ بترفع العلايات جدا، نرفع الجدون شويه فوق خلاص. يا اما في ناس بتشيل البراكت. ليه بقى بيشيل البراكت؟ مش هو بيعمل في البراكت اصلا، هو في البراكت. ماشي. لا بس انا لا افضل ان انت ممكن تحط علايه من هنا، الدنيا بتبقى لطيفه جدا. يعني احنا هنا بنتكلم ان الشحنه في حدود 6 ساعات، صح يا احمد؟ من 6 8 ساعات. وبنتكلم ان هو توب سبيد هنا انتوا زي ما شفتوا جاب 91، يعني هو الكتالوج كاتب 70. انسوا الكتالوج، انا مش عايز اراجع الكتالوجات خلاص عشان هم بيقولوا حاجه واللي بلاقي فيها ليه حاجه ثانيه. بس هو الطبيعي النورمال بنتكلم في حدود ال 84. فانا فوجئت معاك ومع مين اهو ان هو جاب معانا على العداد 91. طبعا معلومه يعني السكوتر اللي جاب 91 ده كان 5000. ال 5000 انا بقول النهارده ليه بقى بقول لك ان البطاريه اكبر ليه؟ عشان تديك التورك اعلى، تديك توب سبيد اعلى، تديك اداء اعلى. مش معنى كده ان شركه الكويت منزله البطاريه ضعيفه. انا عرفت ان النيوتن متر هنا بنتكلم 120 لفه في الدقيقه. ما اعرفش ده بجد ولا لا، هو مكتوب في الكتالوج. ما انا عشان كده انا مش قادر ان انا اقصد على التست بس. فانا شايف ان هو اعتقد ان هو في الفئه السعريه اللي احنا هنتكلم عليها كويسه. بس يعني ريفيو نهائي كده او مراجعه نهائيه، قول لي كده انا غلطان ولا لا. احنا بنتكلم ان هو سوبر تانك 2000 واط من شركه فيجوري، قطع غيار تعتبر متوفره في الكامل. عندك العداد ديجيتال، توب سبيد 84 وقرا معانا 91، 3 سرعات، اضاءات في الكامل ال اي دي. فرد خلي بالك، خلينا متفقين النقطه اللي هو هيجيب معاك التوب سبيد ده في حالات في حاله حسب الارض اللي انت ماشي عليها والجو، عوامل الطريق، وزن اللي راكب عليه، الاضاءه اللي انت منورها. تمام. حلو. اتجاه الهواء زي ما رأينا قال. بس حلو. بس يعني ماشي. على العموم الفرامل الامامي وخلفي باكم. احنا بنتكلم الفرد امامي وخلفي 120 70 12 صح كده. والبطاريه فيها شاشه صغننه. جينا بقى للنقطه المهمه، النقطه اللي انت ما بتقولناش عليها. السعر. هتقول والله هتقول عشان اساسا تامر ريان قال لي. فقول انت بدل ما انا اقول. تفتكر كام؟ انا حاسه غالي. مش قوي مش قوي. طب كام يا صاحبي؟ قول، خليك جدع يعني عشان الناس تحبك. حلو. 48. لا كتير. طب 47 برضه كتير. طب 46 برضه يعني. لا كده كتير. كده هنبيعه بكام يعني؟ كده هنبيعه بكام؟ كام يا صاحبي؟ طب اقول لك حاجه حلوه؟ 45 500. انا موافق. حبيبي. طيب زي ما انت سمعتوا بعامل 45 500 في معرض الريان. بالنسبه للتقسيط عندهم شركات كتير جدا للتقسيط، في كمان شركات بدون مقدم، بدون مفردات مرتب، بدون برنت تاميني. فهتيجي تسالني ايه الاجراءات المطلوبه؟ صوره بطاقه المالك وبطاقه الضامن. ايوه. حلو. وصل غاز الميه النور لو وصل مرافق. الله عليك. 250 جنيه استعلام. ايوه. وتكون شقه ايجار قديم او تمليك. ابن ناس ولد. خلي بالك عايز اقول لك معلومه. ايه؟ معلوش حظر بيع. ما ايه؟ معلوش حظر بيع. معلوش حظر بيع؟ بجد؟
انتوا هو اللي بيقول اهو مفيش. هو فعلا هو معلوش حظر بيع لان انت مفيش ترخيص. يبقى انا بالنسبه لي النهارده كلام سريع كده عشان ما اعطلكوش. الفرق بيني وبين النهارده البنزين النهارده انت بتروح تدفع بنزين وزيت وترخيص ودنيا، والمرور يعطلك والمرور ووجع دماغ. كلنا على جنب. هنا مفيش. هنا يا باشا انت السيرفيس بتاعك مجرد التلين فقط، وبعد عمر طويل فرد الكاوتش، وبعد عمر اطول البطاريه. والبطاريه زي ما اتفقنا عليها سنتين ضمان. اتمنى تاني ان انا اكون افدتكم حتى 1%. وبشكر كل رجاله الريان سواء احمد او بودة او الريان نفسه او مينا. ولو عندكم اي استفسارات تحت في التعليقات، ولو عايزين تتواصلوا مع معرض الريان هتبصوا تحت في الديسكربشن او على البوست من فوق هتلاقوا اللينك وارقام التليفونات تقدروا تتواصلوا بكل سهوله وبساطه. ما تنسوش تعملوا ايه؟ سبسكرايب واللايك والفولو والحاجات الحلوه بتاعتهم دي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.